استنى عندك، اوعى تخش تبتدي تشطيب في شقتك قبل ما تتفرج على الحلقة دي. في فرق كبير بين ان انت تعمل شقة تعيش فيها وشقة كل شوية تكسر وتعدل فيها. النهاردة هفهمك الفرق بين التشطيب بتاع اكس واكس في اي بي، وازاي تختار الصح على حسب ميزانيتك وفلوسك اللي انت مخصصها وازاي تختار صح على حسب ميزانيتك من غير ما تقع في مشاكل وتقع في حوارات المقاولين. خلينا الاول نبتدي يعني ايه تشطيب اكس، او اللي الناس بتقول عليه نص تشطيب. التشطيب دوت الاكس او النص تشطيب ده معناه ان انا بجهز الشقة بكل حاجة بس علشان تبقى قابلة للسكن، يعني الاساسيات بتاعت كل حاجة عشان تبقى ايه مكان مأهول للسكان. وده بيشمل كل من المحارة، الكهرباء، السباكة، الارضيات. المحارة اولا بتتعمل على الحيطان والاسقف، لازم تتأكد انها ناعمة وان الزوايا والسوك كلها 90 درجة مظبوطة 100%، عشان هتضايقك بعد كده. هيجيلك بعدها النقاش هيقولك ده عيب محارة، وفي الحمامات والمطابخ هيقولك برضو بتاع السيراميك او البورسلين ده عيب محارة. فانت ركز قوي في موضوع المحارة ده عشان بيترتب عليه حاجات كتير. بالنسبة للكهرباء بتمدد الاسلاك والخراطيم بتاعة الكهرباء بتاعتك عادي في الشقة كلها، بتأسس لكل حاجة. ممكن تعمل العلب كمان، اماكن العلب بتاعة المفاتيح وكده، بس ما بتحطش لا مفاتيح ولا برايز ولا طبعا بتحط سبوتات ولا اي حاجة. ممكن بس ايه بتحط لمبة في كل مكان عشان المكان يبقى منور، عشان بقية الصنايعية في بقية البنود لما يجوا يشتغلوا يبقى المكان منور، تعرف تكتشف عيوبك برضو، تعرف تشوف الملحوظات اللي عندك قبل ما الفاس تقع في الراس. بالنسبة للأرضيات في موضوع النص تشطيب ده، في ناس بتعمل المطبخ الحمام اللي هي الحاجات ايه ما بيدوسوش في الشقة كلها، يعني ممكن يقولك ايه اخلص المطبخ والحمام لغاية ايه ما تتوفر معايا الميزانية كلها واعمل بقية الشقة. اما بالنسبة للدهانات غالبا بتاخد التأسيس برضو بتاع السيلر والمعجون، وقد تاخد وش بلاستيك بس ما بيبقاش وش نهائي طبعا، ممكن يكون وش بطانة او كده. طب الموضوع ده مناسب لمين؟ ده اللي لسه بيخطط لمراحل وفي نفس الوقت الميزانية اللي معاه مش جاية على مش قد بقية المراحل اللي هي في دماغه او اللي هو عايز يوصل الشقة بتاعته او المكان بتاعه دي، او حد مش ناوي يسكن دلوقتي، او حد ناوي يأجر مثلا لعرسان وقال لك اسيب الفينش النهائي او التظبيطه الاخيره هيقعد في الشقه فعليا هو اللي يظبطها على حسب مزاجه. في ناس كتير بتعمل كده. طب نيجي بقى للتشطيب الفول اوبشن اللي هو التشطيب النهائي اللي بيدفع فيه فلوس كتير ده. ايوه عارفك، اللي انت بتقعد بتفر كتير علشان توصل له. دي بقى اللي هو يعني انت داخل الشقه على المفتاح زي ما بيقولوا، انت جاهز انك تعيش من دلوقتي حالا انت واسرتك الكريمة، او انت لوحدك لو انت راجل عازب. يعني ده بيشمل ايه؟ ده بيشمل النجارة، الابواب والشبابيك الداخلية والخارجية كله راكب، واحيانا كمان الدواليب بتاعة المطبخ او الخشب بتاع المطبخ بيبقى راكب برضو. وبالنسبة للدهانات فبتكون الدهانات النهائية وخلاص حددنا الالوان، اتكلمنا في الالوان قبل كده وعملناها وخلصت واتفنشت تمام التمام. يعني قد تكون واخدة مثلا من وشين لتلاتة بعد اللي احنا قلناه في اللي هو التشطيب النص تشطيب اللي هو الاكس، مش الاكس في اي بي. وبالنسبة للإضاءة بنكون خلاص بقى ركبنا المفاتيح والبرايز بتاعتنا وسوكت الداتا والسبوتات والنجف والليد والبروفايل وكل حاجة بتبقى خلصت في الكهرباء. بالنسبة للأرضيات بتكون خلصت بالكامل، سواء سيراميك، بورسلين، اتش دي اف، وات ايفر النوع اللي انت حابه بيكون خلاص. انت بقول لك انت خلاص جاهز تسكن حالا، فانت الشقة باللي في دماغك فيه بتكون خلاص كل حاجة خلصت، كل البنود خلصت. بالنسبة للحمامات والمطابخ بتكون بقى ركبت بقى الأجهزة الصحية، التويلت طبعا والأحواض والشاور والكابينة بتاعة الشاور ركبت، الخلاطات ركبت، محابس كلها ركبت، طبعا بتركب السخان كمان، خلاص انت جاهز تاخد شاور حالا. يعني بالنسبة للجانب الديكوري طبعا بيكون الجيبسون بورد خلصان، بيكون بعض التحف مثلا لو حاجة مطلوبة كاستمايز بتكون خلصناها واتسلمت خلاص. كل حاجة في الشقة جاهزة بما فيهم التكييف، حتى التكييف يكون راكب. طب ده مناسب لمين؟ ده مناسب لحد اولا الميزانية بتاعته تسمح ان هو يخلص كل حاجة دلوقتي، مناسب لحد بيتجوز خلاص. طبعا مش اي عروسه هتاخد، ما فيش حد هيرضى بالنص تشطيب، حتى اللي ساكنين في كومباوندات كويسه والكومباوندات بتبقى مسلمه لهم
جاهزة برضو للسكن. مفيش عروسة هترضى بالكلام ده، لازم تخش تعدل ولازم ذوقها وحقها. طب ده كمان مناسب للناس اللي بتبقى عندها الشقة وعايزة تأجرها مفروش وتاخد مقابل كويس، فبتظبط شقتها انها تبقى مفروشة بالشكل ده بالستاندرد ده بحيث ياخد مقابل ده مبلغ كويس. او في نفس الوقت حد برضو مستثمر اللي هو بيشتروا عقارات وكده وبيظبطوها ويبيعوا باكتر، وبيبقى ده مكسبهم برضو. لكن اهم حاجة النصيحة الاخيرة، اهتم قوي بالتفاصيل بحيث ما ترجعش تكسر تاني، لان التكسير بيبقى مكلف جدا جدا في الحالة دي. انا هحط لكم مقارنة بين النوعين، هنسميه مثلا الفول اوبشن والنص نقل. نهاية، حدد ميزانيتك وحدد انت عايز ايه كويس من الشقة بتاعتك وعايز توصل بيها لايه. وفي معلومة كمان انا عايز اقولها، يعني ما تسمعش بقى حد بيقول لك الباقة الفلانية والباقة الاكسترا لارج سوبريم والباقة العلانية. مفيش حاجة اسمها كده. انا لو قلت لك، انت بتقول لي انا عندي شقة متر تشطيب فيها كام، هقول لك 4000 جنيه 3000 جنيه، انا كداب. ليه؟ لان انا لازم اقعد معاك اعرف انت عايز ايه. البنود هتكون 1 2 3، محتاج حاجة سبيشال اوردر. لكن فلان مش زي علان، المواد التشطيب ذات نفسها بتفرق جدا. طب سيراميك ولا بورسلين؟ طب رخام ولا جرانيت؟ كل ده بيفرق. فاي حد هيقول لك باقة مش عارف ايه المتر مش عارف ايه، كداب. احنا بنشوف العميل عايز ايه بالظبط وبنعمل له مقايسة مسعرة ويوافق عليها، او لو مش مناسبة ليه بنشوف هو ممكن يستغنى عن ايه. برضو عندي حلول ان انا ممكن الغي لك حاجات كتير انت فاكرها مهمة، لكن هي في الحقيقة مش هي دي اللي هتعمل لك بيت كويس. خليك فاكر دايما ان البيت كويس بيبقى بالحب. تنساش لايك سبسكرايب كومنت، اي حاجة انت عايز تستفسر عليها هرد عليك. سلام عليكم.